سلام. الى ما كتصدقش معكم الحلوى اولا الغريبه ديال البهله. اليوم ان شاء الله جبتها لكم مراحل اللي بسيطه، مكونات اللي سهله غنحضروها غير بالزنجلان وغير في الفرن ديال الغاز، كتجي مشقه ومفرقعه هشيشه وفي نفس الوقت مقرمشه، ما تشبعوش منها نهائيا. بقاو معايا تشوفوا المراحل والوصفه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. فواحد القصريه كنضيفو هنايا 250 غرام ديال الزبده مارغرين، كنزيدو هنا كميه بلا باس بها من الملح، انا كتعجبني كتكون فيها المذاق ديال الملحه. غنزيد هنايا كاس ديال السكر كلاصي اللي ضروري انني نغربلوه باش مابقاش لنا فيهم دوك الحبيبات، وغنزيد هنايا كاس ديال السكر سنيده، انا درت كاس. بغيتوها رطبه بزاف ديروا 2 كيسان ديال السكر كلاصي، بغيتوها بين وبين ديروا كاس ديال السكر كلاصي وكاس ديال سنيده. من بعد هنايا غادي نزيد 2 كؤوس ديال زيت المائده، دائما بقياس كاس العنبه. هنايا غنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه اللي تكون مطحونه، كتجي بها بنينه. الا كتبغيو المذاق القرفه بزاف ديروا معلقه صغيره عامره. ونبداو هكا نخدموا الزبده ديالنا مع السكر والزيت مزيان. حاولوا تخدموا بالكف ديالكم وانتم كتخلطوا حتى كتذوبوا ديك الزبده. من الاحسن الزبده تكون عندنا بدرجه حراره المطبخ باش دغيا تسهل معكم تخدموها حتى كتشوفوها على هذا الشكل، على شكل. من بعد هنايا نبقى نزيد في الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده من الاحسن، وغنضيف 3 الاكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس فيه 7 غرام. 3 الاكياس غيكونوا كافيين ووافين بلا ما نحتاجوا اننا نزيدوا الخميره المعجونه او الخميره حبيبات ديال الخاصه بالخبز. صافي هنايا كنبدا نضيف في الدقيق بشويه وانا كنبدا نعجن بهذه الطريقه بحال كنفرتت في العجينه ديالي. من بعد غنضيف هنايا واحد الكاس ديال الزنجلان، انا اكتفيت بالزنجلان فقط. بغيتو تزيدوا اللوز اللي هو مهرمش ومحمر اولا الكاوكاو مهرمش ومحمر كيبقى لكم اختياري. صافي وانا كنجمع في الخليط ديالي اولا كنفرتت فيه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا هكا في الفيديو. انا كنضيف الدقيق وكنرش الكميه تقريبا راه غتهز لكم من 400 ل 500، واخا نعطيكم كميه اللي مضبوطه. حاولوا نتوما تبقاو ديروا شويه بشويه حتى كتحصلوا على هذا القوام وتجمعوا بهذه الطريقه. هي في الاول كتكون صعيبه تجمع القوام ديال الغريبه، راه كيكون شويه قاصح ماشي بحال الصابلي اللي كتكون هكا خفيفه. حاولوا تقصحوا شويه العجينه، ما تخليوهاش ثاني خفيفه. بقاو تجمعوا بهذه الطريقه وانتم كتضغطوا وانتم كتجمعوا تيكون هذا هو القوام ديالها. حاولت انني ما نقطع معكم حتى شي لقطه باش تشوفوا الطريقه باش كنجمعها وتشوفوا القوام ديالها كيفاش كتكون. كما قلت لكم هي ما كتكونش القوام ديالها بحال الصابلي، كتكون هي شويه قاصحه وشاده في راسها. انا بديت كنشكل في الحلوه ديالي، كناخذ كميه من العجين وكنحاول نضغط عليها بين يديا مزيان عاد كنكركبها بين يديا عاوتاني، وكنحاول نضغط عليها غير شويه وكنستفها بواحد اللاطه بهذا الشكل. ضروري انكم تدهنوا اللاطه ديالكم شويه ديال الزيت عاد تستوي فيها الحلوه. بالنسبه لطريقه الطهي راها سهله، كتسخنوا الفرن ديالكم رانا تكون مهيله، عاد كتدخلوا اللاطه ديالكم. بالنسبه للفرن الكهربائي ديال 180 درجه، كتدخلوا اللاطه ديالكم النار تكون من الاعلى حتى كتشقق بهذا الشكل وتحمر. عاد كنشالوا ليها النار من الاسفل يتحمر الاسفل ديالها، تيكون هذا هو الشكل ديالها ما شاء الله مينطابت. شوفوا كيفاش كتجي مفرقعه ومحمره بلا ما نحتاجوا اننا نديروا ليها فلون ديال الكراميل اولا نحمروا ليها الدقيق. كتجي جامعه بين واحد القرمشه وواحد الهشاشه. جربوا ان شاء الله واحتفظوا بهذا الفيديو للاعياد والمناسبات. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكثروا ليا من اللايكات والتعاليق الزوينين، وبالصحه والراحه الى فيديو اخر.